تثبتي لحد قد انت كويسه، انت شطوره وكل الكلام ده. برده مش محتاجه تعملي اي حاجه علشان تخلي حد يحب حد، ان هو يعجب بيكي او كده. اللي عايزك، اللي هيحبك بجد هيشوفك زي ما انت كده من غير ما تعملي اي مجهود. هلو، ازيكم عاملين ايه النهارده؟ بس اللي انا عايزه انزله شنو ده تمام شكله. فيديو النهارده بعنوان حاجات بقولها لنفسي علشان ابقى احسن كل يوم. بصوا، انا مش هرتب الكلام بصراحه، يعني الكلام هيكون عشوائي كده من القلب للقلب، يمكن عشان الكلام ده انا بقوله لنفسي انا شخصيا علشان ابقى احسن. فمجرد ان انا عامله الفيديو ده عشان اشارككم الافرميشنز او الجمل اللي انا بقولها لنفسي عشان تحفزني كل يوم، وعلشان تزود ثقتي في نفسي. اوكي، فهاتوا قهوتكم او اي حاجه تشربوها وتعالوا يلا احضروا الفيديو. انا بقيت احب ابدا يومي بكلام بسيط بس بيفرق معايا جدا، فعشان كده الفيديو ده هيبقى عباره عن ان انا بشارككم جمل بقولها لنفسي، افرميشنز، شويه حركات بقى، حاجات كده عشان ازود ثقتي بنفسي يعني، وعشان افتكر دايما انا مين. طيب، انا دايما بقول لنفسي يوميا انتي كفايه يا حبيبه زي ما انتي مش محتاجه تثبتي لنفسك، تثبتي قصدي لحد حاجه، مش محتاجه تثبتي لحد قد ايه انت حلوه او انت شاطره، او تثبتي لحد تعملي له اي حاجه علشان يحس ان انت كويسه، او يحس ان هو قصدي يعجب بيكي او كده. انت كفايه زي ما انت، مش محتاجه تثبتي حاجه لحد. ايه كمان بقوله؟ فمش بتبقي مش محتاجه ان انت تعملي حاجه علشان حد يحبك او علشان حد يعجب بيكي. اللي هيحبك او اللي هيشوفك، ثانيه واحده عشان انا عايزه اطفي المروحه دي، حاسه ان هي ملغوشه كده وانتوا مش هتسمعوا او مش سامعين اصلا. خلاص طفيت المروحه، حاسه ان انتوا كده هتسمعوا احسن. فاللي كنت بقوله ان بقول لنفسي مش محتاجه، او انتي مش محتاجه تعملي حاجه علشان تثبتي لحد قد انتي كويسه، قد ايه انتي حلوه، قد انتي شطوره وكل الكلام ده. برضه مش محتاجه تعملي اي حاجه علشان تخلي حد يحبك او تخلي حد ان هو يعجب بيكي او كده. لا خالص. اللي عايزك واللي هيحبك بجد هيشوفك زي ما انتي كده من غير ما تعملي اي مجهود. هيحبك كده هو لوحده بجد يعني. ف انا بحب اقول لنفسي الجمله دي جدا، يمكن علشان كنت زمان بعمل حاجات يعني فيها ايه، ان انا بثبت لحد حاجه. هو مش بالمعنى الحرفي ان انا بعمل حاجات معينه عشان اثبت له، بس كنت يمكن بعمل، كنت يعني بحس ان انا شايفه قيمتي اكتر. معلش الكلام مش مترتب، بس يمكن انا كنت بدي كتير قوي في الاول لاي اشخاص علشان احس ان انا موجوده. يعني كنت بدي كتير قوي لشخص معين او لكذا اشخاص، مش ببقى مستنيه منهم حاجه، بس من جوايا ببقى عايزاهم يشوفوا ان انا موجوده. فبقيت اقول لنفسي حبيبه انتي موجوده. اقف كده قدام المرايه كل يوم، اخد لحظه كده مع نفسي واقول لنفسي انتي موجوده، انتي يعني you're still here. بالرغم من كل الحاجات اللي انت عديتي بيها دي، انت لسه موجوده. وبحضن نفسي وبعمل تمرين كده، انتوا ممكن تكونوا عارفينه، يعني اللي هو انت تحطي ايدك على قلبك وتغمضي عينك وتقولي انا هنا والان، اللي هو انا هنا ودلوقتي موجوده. فان انت تعملي التمرين ده، تقولي ان انت موجوده وتحسي ان انت موجوده، ده كفايه لوحده، من غير ما تعملي حاجه عشان تثبتي لحد ان انت موجوده او تحسي بوجودك. فاهميني؟ فبدات اقلل فلما كنت بعمل كده زمان كنت بدي كتير علشان احس ان انا موجوده، احس بقيمتي. كنت بحب بصراحه اعمل كده، انا شخص معطاء على فكره. فبالتالي لما بدي من قلبي، وبدي عشان انا بحب، انا مش ببقى بدي علشان عايزه حاجه من حد، بس في نفس الوقت عايزه احس ان انا موجوده. اوكي، بقيت اقول لنفسي يا حبيبه انت كفايه زي ما انت كده، ما تديش عشان حد يحسسك ان انت موجوده، او يحسسك ان انت
انت محبوبه، ان انت مثلا مهمه عنده او عندك، او قيمتك، او تحسي بقيمتك، او ان انت مهمه عنده، او ان انت ليكي قيمه كبيره او مكان كبير عنده او في قلبه، لو كانت حاجه عاطفيه يعني. فبقيت اقول لنفسي حاولي تتوازني اكتر، مش شرط تعملي حاجه عشان حد. فبدات اتوازن واحده واحده، اقول لنفسي الافرميشن دي كل يوم. وبدات اقلل العطاء شويه، اقول ما دام الحاجه دي انا مش مستاهله اديها خلاص ما اديهاش. يعني اما قبل ما ادي حاجه لحد بفكر كده واقف لحظه واشوف، اقول لنفسي انا لو اديته، او انا دلوقتي بديله ليه؟ عشان انا عايزه اديله، ولا عشان انا من جوايا عايزه احس ان انا موجوده؟ انا لما بدي ببقى حابه وانا بدي، وببقى لما بدي ببقى عشان عايزه اديله فعلا. بس ورا الشعور ده هل انت عايزه تحسي انك موجوده؟ هتحسي بقيمتك لما تديله؟ لو يبقى لا، يبقى لو ما تديش. في حاجه كنت عايزه اقولها تاني، اوكي؟ فزي ما انا قلت، لو يبقى لا ما تديش. فحاولي تشوفي حاجات تانية تحسسك ان انت موجوده، مش مجرد عطاء. اوكي؟ في حاجه كنت عايزه اقولها تاني. لحظه هدوء. بصوا مش فاكره، فنعدي الحته دي، نعدي البارت ده. فخليكي على طبيعتك، خليكي انتي، كوني انتي الحقيقيه، ما تعمليش اي مجهود خالص عشان حد. فاهماني؟ مش بقول كده ان انت تبقي قاعده ما تعمليش حاجه، لكن انا قصدي انت لو شخص عطاء، كثير العطاء يعني زيي، ما تحاوليش تدي كده لكل الناس، يعني ايه ببلاش، يعني كل الناس كده من غير اي حدود، من غير اي ليميت كده. لان انت اللي هتتعذبي في الاخر، انت اللي هتحسي ان انت مش متقدره، هتحسي ان انت محدش شايف عطائك ده. هقولك ليه. لان انت شخص كشخص معطاء، فانت بتدي كتير للشخص معين مثلا. فالشخص ده ممكن يكون يعني عنده، يعني ممكن يكون نوعه كذا نوع. يعني ممكن يكون مثلا يقولك اوكي شكرا ومقدر جدا اللي انت بتديه، بس انا مش مستعده اديكي بنفس القدر اللي انت بتديهوني. او ممكن يقولك اوكي ماشي حلو اللي انت بتديه، فاستغلك اكتر. ممكن يكون ده شخص استغلالي. ممكن نوع ثالث مثلا يقولك اوكي شكرا قوي، يعني من جواه، يعني مش شرط يقولها لك. ممكن يقولك اوكي شكرا قوي للعطاء اللي انت بتديهوني، بس انا مش قادره اديكي نفس العطاء ده، فاهرب. فما اقدرش اكمل معاكي كده، فامشي عشان انت شخص معطاء. ممكن حد تاني يكون مثلا شخص انثوي قوي، يبلط في الخط ويقول الله بقى ما دام هي بتدي فانا مش هدي حاجه بقى، انا هقعد كده. ففكره ان انت تدي كتير دي حلوه، بس ما فيهاش توازن. فبدات احاول ارجع لنفسي اكتر زي ما انا قلت لكم، واوازن الموضوع، واعمل ايه الحركه اللي قلت لكم عليها قبل ما ادي اي حاجه لشخص. اسال نفسي هل لو انا اديته ده انا بديله عشان انا عايزه اديله، ولا علشان انا هحس لو انا اديته ان انا موجوده، او هبقى عايزه منه حاجه كده. هو يعني لا وعي، فاهميني؟ يعني التمارين دي اصلا بتبقى محتاجه صدق كبير جدا جدا مع نفسك. يعني انت ممكن تقولي لا انا بديله عشان انا بحب اديله، اوكي، بس انت لو قعدتي بجد مع نفسك وخليتي نفسك صادقه، هتقولي لا انا بديله عشان انا عايزه احس باحساس معين. فاهميني؟ سوري بقى اتكلمت كتير على النقطه دي. تعالوا ندخل بقى على النقطه اللي بعدها. بقول لنفسي برضو كل يوم انت جميله، you are magnetic, you are sexy, you are beautiful. برضو ان انتوا تقولوا لنفسكم كل يوم كلام حلو، بالذات قدام المرايه، هتزيدوا ثقه بنفسكم كبيره. في حاجه برضو بعملها، بعلق على المرايه بتاعتي شويه affirmations كده، زي اللي انا قلتها لكم. احط صور. على فكره المشاهير بيعملوا كده. يعني شفت تقريبا صوره كده لسيلينا جوميز، كانت معلقه على المرايه بتاعتها affirmation زي كده you are magnetic. كاتبه مثلا كوت معينه، كاتبه حاجه تحفزها. فالمشاهير بيعملوا كده. لازم الافرميشنز دي في حياتنا علشان تفكرنا دايما احنا مين. لحظه بقى كده اخد اسمها ايه، رشفه من القهوه بتاعتي. فانتوا حطوا كده على المرايه بتاعتكم. في حاجه كمان بعملها كمان، انا بحط على قدام المكتب بتاعي زي ستيكر كده، بكتب فيه الافرميشن اللي انا عايزاه. انا كنت زمان
بجمع كده، باخد نوت اكتب فيها الافرميشن اللي انا محتاجه اسمعها كل يوم، وبكتبها وخلاص، وبنسى بصراحه افتحها. يعني انا بكتبها اوريدي اتكتبت، خلاص تاني يوم تلاقيني نسيت اصلا انا كاتباها. فقلت لنفسي طب علقيها على المكتب، قدام المكتب، خليكي تشوفيها كل يوم. قلت اوكي، عملت كده. وبرده لما لقيت نفسي ان انا ما بشوفها، ما باخدش بالي منها، او ان انا بقعد كل يوم على المكتب بشوفها بس مش بركز، يعني مش بركز فيها، او ان انا مش بشوفها واقعد اقراها كل يوم، لا. فاللي اكتشفته بقى، واللي غريبه جدا اللي لاحظتها، ان انا بالرغم من اني ممكن ما اكونش بقرا الكلام ده كل يوم، بس ستيل طاقه الكلام بتوصل لي. يعني ايه؟ يعني انا حاطه مثلا عندي affirmation اسمها I'm confident, strong and successful. دي حطاها معلقه قدام المكتب عندي. اما بقعد على المكتب ما بقراهاش كل يوم، بس بحس ان انا لما بقعد على المكتب بحس بالكلمه دي، بالجمله دي بحسها. كام جمله تانية كاتباهم بحس بيهم حتى لو انا ما قراتهمش او ما ركزتش فيهم. فلقيت ان طاقه الكلام بتوصل لي. فانت لما تحطي النيه ان انت مثلا كاتبه الافرميشن دي او حطاها علشان عايزه الفايب دي توصل لك، مش شرط تقوليها يعني، بس انت كاتبه الجمله علشان انت عايزه. فاكتشفت اهميه ان انت تعلقي حاجات حوالين كل حاجه انت بتشوفيها. الطاقه بتوصل من غير ما انت بتقريها كل يوم اصلا. اوكي، حتى لو دعاء، حتى لو اي حاجه. فبصوا، املوا اوضتكم دي، علقوا فيها كل حاجه انتوا عايزين توصلوا لها. سواء كان بقى فيجن بورد، علقوا الصور على الفيجن بورد، ممكن تكون متفرقه، يعني مش تجيبوا فيجن بورد وتحطوا عليها كل الصور، لا، تعلقوا في اي حته، على الشباك، على اي حته بصراحه. كمان بقول لنفسي يا حبيبه، انت تستاهلي تتحبي زي ما انت تستاهلي تتحبي بعيوبك، بمميزاتك، بالتعقيدات اللي عندك، بقوتك، بضعفك، بكل حاجه فيكي بجد. والله اللي هيحبكوا بجد، او الشخص اللي هيبقى شايف ان هو يستحقكوا، هيحبوكوا كده زي ما انتوا، مش هيعمل، يعني انتوا مش محتاجين تعملوا حاجه. هتقعدوا تسالوا نفسكم مثلا هو بيحبني ليه؟ مثلا بيحبني ليه وانا مش حاطه ميك اب؟ بيحبني ليه وانا مش عامله حاجه، مش عامله ايفورت في نفسي؟ هو بيحب كده. اوكي، فقولي لنفسك كتير انا استاهل ان انا اتحب من غير ما اعمل اي حاجه. فكمان قولي لنفسك انا فخوره بيكي، انا فخوره بيكي حتى لو محدش قالك كده. اوكي، انا بسمح لك انك تغلطي. ان انا زمان، ويمكن لسه دلوقتي شويه، كنت بخاف اغلط. اصل انا لو غلطت حتى لو محدش زعق لي او انتقدني، فبنتقد انا نفسي، اللي هو انت ازاي غلطتي؟ لازم تتعلمي بسرعه. فبقيت اقول لنفسي انا بسمح لك ان انت تغلطي وتتعلمي من خلال الغلط ده. بسمح لك ان انت تخوضي في تجارب كتير حلوه بكل سهوله ويسر. مش شرط ان انا اتعذب لما ادخل التجارب دي، لا، انا بسمح لنفسي ان انا ادخل التجارب دي بكل سهوله، اتعلم منها. بس التعلم ده يكون خفيف على قلبي، مش ان انا عاني واطلع من التجربه تعبانه ومش قادره، لا لا لا. ف كده في كمان حاجه بعملها. معلش هرجع لنقطه الحته بتاعت انا موجوده دي. لما ببقى واقفه قدام المرايه واقول انا موجوده، you are still here، بحط ايدي على قلبي او بحط لنفسي، وكمان بقول انا هنا والان. كمان لقيت نفسي بشكر ربنا وبقول يا رب شكرا ان انا موجوده، شكرا لوجودي. يعني قد ايه لو انا ما كنتش موجوده كان العالم ده هيبقى مش حلو، او ان انا قد ايه مش هأثر في العالم، تأثيري اللي على العالم ده مش هيكون موجود، هيبقى في فرق اوريدي، اكيد هيبقى في فرق. وده مش كبر، لان في ناس ممكن تكون زيي بتقلل من نفسها كتير او مش بتشوف قيمه نفسها، صح؟ فلما تقولوا الكلام ده بصراحه هتحسوا ان انتوا، يعني انا لما بقول الكلام ده بحس ان انا بقيت في المستوى الطبيعي من ان انا احس بقيمتي. ما حسيتش ان انا قيمتي اللي هو عليت قوي وانا متكبره ونرجسيه وبتاع، لا، مش كده خالص. انا عشان من النوع اللي انا بقلل من نفسي قوي او بقلل من انجازاتي، وعلى فكره عارفه ان في ناس كتير قوي بتحس بكده، فبالتالي بحب اقول لنفسي حاجه عاليه قوي علشان احس ان انا في المستوى الطبيعي. فالجمله دي بصراحه لمستني قوي، حبيت اشاركها معاكم. شكرا يا رب على وجودي،
قد ايه لو يعني لو ربنا ما كانش حاطط لي رساله معينه، او انا ما كنتش هاثر على حد، كنت هبقى موجوده ليه؟ فما دام انت موجود بتساوي انت بتاثر. دي برضو جمله مهمه قوي. انت بتاثر في الناس وفي الحياه، في كل ذره حواليك، وانت مش شايف كده. حتى لو انت مش شايف، بس انت بتاثر في اللي حواليك اكتر ما انت تتخيل بجد. كشخص معطاء زيي برضو، علشان انا اللي متعوده بدي كتير، فما بلاقيش حد يديني بنفس الكميه، او اللي بيدهوني مثلا، سواء كان حد بيمدحني بيقول لي كلمه قدرني فيها، بحس ان هي يعني عارفه قليله قوي، عشان انا بدي كتير. فاللي هما بيدوني عارفين ان انا مثلا بدي حاجه كبيره قوي، هما بيدوني حاجه صغنونه قوي. فاللي داخل مش زي اللي انا قصدي بديه، مش زي اللي بيجيلي، فاهمين؟ مش نفس المقدار. فبحس ان هو عادي يعني اللي انت قلته، مش ان انا ما انبهرتش قوي يعني. اوكي، ببقى ممتنه جدا للي بيتقال لي ده، بس ستيل ان ايه، بحس ان هو مش زي اللي انا بديه، مش نفس الكميه. فعايزه افكركم جدا وافكرك ان ما دام انت موجوده بتساوي، اكتبوها كده قدامكم، ما دام انت موجوده بتساوي ان تاثيرك على العالم كبير قوي قوي قوي، فوق ما انت تتخيلي. حتى لو محدش قالك كده، حتى لو محدش باينلك ده برضه. اوكي، اللي انا كنت عايزه اقوله النهارده. يمكن في كلام كتير تاني محتاجين تسمعوه، بس نبقى نعمل فيديو تاني. هعمل لكم فيديوز كتير على فكره عن الحاجات دي بخصوص برضه. لو انتوا حبيتوها قولوا لي ازود منها اكتر، انا كده كده اوريدي هعملها يعني. بس لو انتوا حبيتوها قولوا لي، وعايزه اسمع تعليقاتكم، او اعملوا سبسكرايب ولايك. ولو انتوا حابين محتوى تاني برضو قولوا لي، انا معاكم جدا. اوكي، عايزه اقولك ان انت جميله جدا جدا جدا، فوق ما انت تتخيلي. اي بنت بتسمعني، انت جميله جدا. انت ضعفك ده قوه، ضعف الانثى اصلا هو قوتها. فخليكي على طبيعتك، خليكي انتي، كوني انتي بجد، وخليكي حقيقيه. ما تسمحيش لحد ان هو ياثر فيكي بكلمه، ما تسمحيش لحد ان هو يخليكي ان انتي تغيري حاجه في نفسك علشانه، او اي حاجه. انتي لو حابه ان انتي تطوري حاجه في شخصيتك او حاجه فيكي انتي، يعني ده قرارك انتي، يبقى اوريدي اعمليه. لو انت اللي حابه كده، انت اللي حابه تطوري من نفسك، مش تغيري حاجه عشان حد، او حتى تغيري حاجه تقولي عشان نفسك بس عشان حد تاني. لا، انت لو واخده القرار ان انت انا عايزه اغير الجزء ده فيا، في نفسي، يبقى اوكي، جو اون واعملي ده. اوكي، فبس ده اللي انا عايزه اقوله لك، ونراكم في فيديو تاني. تشاو تشاو.